إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حوار العقل. حكمة الله أحكمت كل أمر فاستمرت للروحها الحكام. حوار العقل برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور محمد. أهلا ومرحبا دكتور محمد، ونحن نحاول الرد على البعض الذين يثيرون لغطا حول بعض حقائق الإسلام. يقولون إننا في مرحلة في القرن 21 وصل العلم إلى ما وصل إليه من تقدم خطير وعظيم، حتى أنهم يصلون إلى تزاوج بين خلايا كائن وكائن آخر، وحتى وصل العلم إلى درجات عالية، وحتى يطوفون بالمريخ وغيره. هنا يقولون أعطى العلم الحديث رؤية للحياة الحديثة المبنية على قواعد علمية ومؤسسة على تلك القواعد، ولكن لا نجد هذا في قرآنكم الذي تتحدثون عنه. هكذا يقولون، فكيف نرد على هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أولا أقدم وأمهد للإجابة ببيان أساس مهم. الإيمان له وظيفة، الدين له وظيفة، والعلم له وظيفة. والخلط بين وظائف الأشياء المختلفة ليس عقلا وليس علما. يعني ببساطة شديدة، تيجي واحدة تقول أنا عندي ثلاجة وانت عندك بوتاجاز، البوتاجاز بتاعك يقدر يسلج ليه الأشياء كما تصنع الثلاجة؟ ليس هذا عقلا. الأشياء والخلط بين وظائف الأشياء المختلفة ليس عقلا وليس علما. الدين له وظيفة، يبحث في الإجابة عن السؤال لماذا، والعلم يبحث في الإجابة عن السؤال كيف. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هذا له منطقة وهذا له منطقة. هل العلم يصلح أن يكون بديلا عن الدين؟ لا يصلح، لأن ضابط الاستخدام الطيب للعلم والحياة الطيبة هو الإيمان، وبدون إيمان نحن نسيء استخدام العلم في القتل والتشريد ونحو ذلك، وبالتالي تنقلب الحياة إلى مصائب وكوارث. نأتي إلى سؤالي. العلم قدم رؤية، نعم، والقرآن قدم رؤية إيمانية. القرآن منهج حياة. هذا المنهج وضعه الخلاق العليم سبحانه وتعالى، فبين القرآن أسس علاقة الإنسان بربه ومولاه. إيه العلاقة هنا؟ أن يعبده ولا يشرك به شيئا، حق الخالق. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. يبين القرآن علاقة الإنسان بنفس الإنسان، فيقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يوضح الله في القرآن علاقة الإنسان بالكون، أن يتأمله وأن ينظر ليهتدي إلى الخالق، يرى في عظمة المخلوق دليلا على عظمة الخالق، ويستفيد بهذا الكون حين يتعلم الكيفيات. يعني لما يدرس الطيور وكيف تطير يعمل طيارة، وحين يدرس الكائنات التي وهذا علم. يبقى إذن العلم جزئية من جزئيات يرشد إليه الدين. نعم. الكائنات يعمل غواصة، يعمل سفينة حين يرى الأشياء تطفو، وهكذا وهكذا. وذلك القرآن ماذا يقول؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. هذا هدي قرآني وجهنا إليه. وجعل الله صنع الحضارة تكليفا قرآنيا. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم
فيها استعمركم بمعنى طلب إعمارها يعني. بطلب الإعمار، وليس بالمعنى السلبي الذي شوه بسبب الاحتلال والاستخراب، وليس الاستعمار الذي يكون من الدول الظالمة. وضح الله أيضا للإنسان علاقته بالحياة الدنيا، أن يتخذها مزرعة للدار الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وضح الله علاقة الإنسان بأسرته، وجعل بينكم مودة ورحمة في حين المجتمع الغربي الآن يعاني من أنه فكك الأسرة وشرد الأسرة وشلد الأطفال وقضى على هذه العلاقة، وهذه إحدى الأزمات النفسية التي يعاني منها الغرب. جعل الله إكرام الوالدين عبادة. شوف، انظر إلى العناية بالأسرة وبالوالدين إحسانا. ووضحت آيات القرآن علاقة الإنسان بجيرانه وإخوانه إلى آخر ذلك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لا مكان للتعالي ولا مكان للتكبر ولا مكان للغرور في إطار الإيمان. وأيضا يوضح القرآن علاقة الإنسان بأمته الكبرى أمة الإسلام، يغار عليها ودائما ينميها بالعلم والدعوة إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا هو طريق الفلاح، إذ يقول ربنا وأولئك هم المفلحون. كما حدد القرآن علاقة الإنسان بغير المسلمين، لم يجعلها علاقة صراع ولا علاقة كذا، فقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والتعارف أخي الكريم إنما هو بوابة للتعاون والتنافس في الخيرات، من الذي يعطي أفضل وينفع أفضل ويقدم الأحسن، وليس منطق صراع الحضارات الذي فرضوه كتمهيد للحروب الفكرية وكتمهيد للحروب العسكرية على مجتمعات العرب ومجتمعات المسلمين. منهج القرآن منهج خالق النفس العليم بما يصلحها. فهل آن الأوان أن نفسح المجال لمنهج الله لكتاب الله أن يصلح ما فسد منا، بدلا من هذا التغريب والانسلاخ والتراجع واستلاب الهوية. هذا هو القرآن، فأين منه العقلاء؟ يعني إذن دكتور محمد نستطيع أن نقول إن القرآن ينظم علاقات الكائن أو الإنسان بغيره من الكائنات. ينظم علاقته بربه أولا وعلاقته بالكون كله من حوله، ثم يجعل للإنسان يعطيه مفاتيح ليسعى بها نحو العلم. يعني إذن العلم جزئية من الجزئيات التي يشير إليها الإسلام ويدعو إليها. وحتى الإيمان ليس هناك تعارض، بل الإيمان يقوم على العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. القرآن اعتمد الدليل العلمي، سنريهم آياتنا في الآفاق. ولكن في أول الأمر وآخره القرآن ليس كتاب علم، ليس كتاب فيزياء ولا كتاب فيسيولوجي ولا كتاب هداية. نعم، هو في الأساس كتاب يربي الإنسان على علاقته بالكون، ويجعل المخلوق موصولا بالخالق، يجعل الإنسان موصولا بمولاه. نعم، ويفتح له الباب على مصراعيه. وهذه الرؤية التي قدمناها هذه رؤية شاملة. نعم. ورؤية تضمن للإنسان السعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. المطلب لكل البشرية السعادة، والسعادة لا تأتي من الخارج، إنما تأتي نابعة من الداخل، من الرضا والسكينة والطمأنينة وما إلى ذلك. بارك الله فيكم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقتنا هذه نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمة الله أحكمت كل أمر فاستنارت لروحها الحكام. حوار العقل، برنامج أعده وقدمه أحمد عبد الظاهر.